مبارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير. قبل كم يوم انتشر خبر بأن هناك عطر عربي انباع منه خلال ساعة مليون حبة. طبعا من انت مصدق أو تبي تصدق هذا شيء بالأخير يعتمد على عقلك وعلى تفكيرك ومنطقك. بس ولكن بما أن نتكلم عن المنطق والعقل، خليني أقول لكم لغة الأرقام عن بعض العطور الأخرى. يعتبر أقوى عطر مبيعا بالعالم السنة الطافت هو عطر ديور سوفاج على المستوى النسائي أو الرجالي. بالساعة انباع منه 1600 عطر، مع أن حملتها كانت تستهدف القارة الأوروبية والقارة الأمريكية والعالم كله. القارة الأمريكية والقارة الأوروبية فقط تعدادهم فوق المليار نسمة، بينما دول الخليج فقط تعدادهم 50 مليون نسمة. أقول لك أنت تبي تصدق، أنت مصدق كيفك أن انباعت مليون حبة خلال ساعة بعطر العربي؟ لو استمر هذا العطر العربي اللي باعوا منه مليون عطر خلال ساعة، يعني راح يكون بالشهر تقريبا بايعين 672 مليون علبة. تقول يمكن يعني بعدين راح يخف، لا يمكن راح يزيد، لأن على كلامهم إنه باعوا مليون علبة غير لحد يشمه ويجربه. فما بالك إذا شموه وجربوه أكيد راح يبيعون أكثر. لو فرضنا إن هذا الكلام صحيح، يعني هذا العطر يدخل بالساعة 22 مليون دينار ونص، يعني خلال اليوم راح يدخل أكثر من نصف مليار دينار كويتي. خلال الأسبوع يدخل 3 مليار و780 مليون دينار كويتي. خلال السنة يدخل هذا العطر 181 مليار دينار كويتي و440 مليون. تدرون كم ميزانية الكويت السنوية؟ ميزانية الكويت تقريبا 23 مليار دينار كويتي. يعني لو قسمنا 181 مليار تقسيم 23 مليار، تطلع هذه الحسبة تكفي وتغطي ميزانية الكويت لمدة 8 سنوات. ميزانية الكويت متغطية بسبة عطر ينباع ب 22 دينار ونص. يعني أنا الصراحة أنصح الدولة أنه خلاص، ليش تستثمر بالنفط وصدر نفط وناقلات ولويا وكل شيء ومشاريع خارجية وهي عاملة استثمار؟ خلاص تستثمر بالعطر هذا، راح تسكر فلوس النفط وتعديها، رواتب الموظفين راح تغطيهم، هي عاملة استثمار